السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يلا قدرت انا ندير هذا الفيديو باش نوريكم الاجواء نتاع العيد كيفاش كتفوت في اسطنبول. طبعا حنا كنديروا الاجواء بصراحه، كنجيبوا الكبده، كنديروا السمان، كنديروا كل شيء داكشي، واخا ما كنذبحوش ولكن راه كنجيبوا كل شيء اتاي مغربي، داكشي الاجواء ديال المغرب كيف ما ولفناها راه كنديروها الحمد لله. دونك صافي فطرنا وكنفطروا كنفطروا بكري وصافي خرجنا. المهم انا النهار الاول صراحه ما صورتش شي حاجه، حيت ما مشيناش لشي بلاصه زعما اللي كيتصور فيها كلشي، وما درتش شي اكتيفيتي هكا اللي زعما تصوروا داكشي. ولكن كوميم وريتكم هاد اللبسه تاع العيد، صراحه عجبتني بزاف وكيعجبوني هاد الالوان واللون تاع الحجاب اول مره نديرو. مشينا لواحد المول سميتو وادي اسطنبول، كنصح اي واحد جا لاسطنبول يمشي لهذا المول. هذا واعر بزاف، فيه بزاف ديال الحوايج اللي تشوفوا، ماشي غير مول عادي، لا فيه جردات، فيه كبير بزاف، زوين بزاف. صافي كنا كلينا هنايا، كلينا شي حاجه، وفي نفس الوقت درت لا كلاس. هاد لا كلاس كيعجبني بزاف، درتو زوين حتى هو. صافي هذا نهار الجوج. بغيت نصور لكم، نمشي لواحد البلاصه هنا في اسطنبول، وقلت نصور، بديت معكم نهاري بالقهوه. اكيد درت نسكافيه. هاد نسكافيه يلا اول مره غادي نجربها، جبتها من واحد الماركت هنا في تركيا كيكون سميتو شوك. جبتها صافي، قلت ندير قهوه ديالي. الجو كان زويون. نورمالمون ما كناش غادي نخرجوا، ولكن ملي شفنا الجو زوين قلنا نخرجوا نمشيو لديك البلاصه، نصوروا، نديروا تصويرات زوينين، نشوفوا الدنيا. العطله كتسالى وكيبقى خصنا نديروا، خصنا نبروفيتيو الماكسيموم فيها، زعما نستغلوها، نخرجوا نفوجوا نشوفوا اسطنبول. صراحه مشيت لبلايص بزاف زوينين، ولكن ما قدرتش نصور. ما جاتنيش الفرصه انني نصور، وعشت دوك اللحظات. ان شاء الله المرات الجايه غادي نمشي لبلايص زوينين، نعاود نمشي دوك البلايص ونصور لكم، غادي يعجبوكم بزاف الناس، خصوصا اللي كتعجبها اسطنبول، اللي كيعجبها التحواز، اللي كيعجبها هذا، غادي يعجبكم بزاف. ايوا صافي، من بعد ما شربت قهوه ديالي، ما فطرنا، ما حتى شي حاجه، ديريكتومون خرجنا. شدينا الباطو باش نمشيو لاسطنبول الاسيويه، حيت هاد البلاصه اللي غادي نمشي لها انا في اسطنبول الاسيويه، وحنا كنسكنوا في اسطنبول الاوروبيه. صافي ركبنا في الباطو، شوفوا ما شاء الله الجو في البحر، واحد الجو، واحد الروحانيه، واحد السكينه، واحد الطمانينه، والسما تبارك الله زوينه، وكان واحد الجو غزال. صافي ركبنا ونزلنا في واحد البلاصه غلط. بصح كانت من الخير فريمون، كانت بلاصه زوينه. شوفوا كي دايره، بحال المسلسلات، بحال البلاصه ديال المسلسلات هكاك دايره. قلنا غننزلوا فيها، نزلت قلت نصور بعدا، ضربت فيها شي تصويرات حتى هي. وشوفوا هاد الديور هادو هكذا، واخا داك الوسخ داك الماء راه مسخ تما، ولكن راه كينقيوها في التالي. الديور شوفوا تبارك الله، الديور انا كيهبلوني وكيفكروني بالمسلسلات التركيه القديمه. كيحطوني داك الجو الزوين تاع من كنا كنتجمعوا مع العائله، كنتفرجوا مسلسل، كنديروا هذا. ايوا صافي من بعد رجعنا، شدينا الباطو ومشينا كملنا البلاصه اللي حنا باغيين نمشيو لها. هاد البلاصه سميتها اورتاكوي، يعني القريه الوسطى. ما عرفتش علاش صراحه سبب التسميه ديالها هكا، ولكن المهم حنا كيهمنا الجمال، كيهمنا المناظر، كيهمنا هذا الشيء. شوفوا شحال زوينه، وكان الناس بزاف من كل انحاء العالم، عرب، اجانب، كلشي، هنود، باكستان، كلشي تبارك الله ما شاء الله. وهاد البلاصه شوفوا، انا بالرغم من انني ما كنبغيش الدحاز، ما كنبغيش الزحمه كيف ما نقولوا، ولكن شنو نقول لكم، ولكن هاد البلاصه هذه حلاوتها في كثره الناس. صافي هي هاد البلاصه البنات معروفه بهاد البطاطا اللي سميتها الكومبير. خصكم تجيو تاكلوها هنايا. اللي بغى يجرب كومبير حقيقيه، المذاق الحقيقي، يمشي لاورتاكوي ويجربها. الثمن ديالها كيكون زايد واحد 100 ليره 150 ليره مقارنه بالبلايص الاخرين، ولكن راه فريمون المذاق والحجم تقدروا ديروا غير بحدا بين جوج الناس، غتشبعوا. واعره بزاف. الثمن ديالها 400 ليره في اورتاكوي، وكتاكلوها في منظر زوين، في اطلاله زوينه، البحر قدامكم، يعني ماشي بحال كيما تاكلوها في مول في شي بلاصه اخرى، ولا المذاق ماشي نفسه. انا راه جربتها في كاع البلايص، بصح اورتاكوي راه هي البلاصه، المكان الشهير ديال الكومبير، واعره بزاف. صافي احنا اصلا زعما الصراحه الهدف على جينا هاد البلاصه حنايا، راه يعني 85% جينا على حساب كومبير هذه، حيت وحشناها وما وكليناها في بلايص اخرين، بصح توحشنا المذاق ديال هاد البلاصه. صافي هذيك رحنا كندورو دابا هنايا. هاد المنطقه هذه راه فيها بلاصه، فيها الاسواق، فيها بلاصه، فيها
لي كادو اللي بغى يدي هكا دي كادو صغارين لعائلته، مثلا اللي جا هنا توريست وبغى يدي كادو هنا بلاصه لي كادو واعرين ورخاص. يعني الواحد يديك شي حاجه تذكار من اسطنبول تذكار هكا، يعني تفكروا غير تفكيره كيف ما نقولوا، الا ما بغيتوش تديو حاجات كبار. عرفتوا راه شي حوايج حمقوني. انا اللي ساكنه هنايا وبقيت كنشري والله ما قدرتش نصبر صافي. راح نهضروا في هاد البيسات شحال زوينين، هاد البيسات حمقونين لبيبي الصغار. كاين الاعمار كلهم عجبوني. شوفوا انا كتلفتني واحد الحاجه اللي هي الالوان المنازل الملونه كتعجبني في اسطنبول، كتعطي واحد الفايب واحد الفيو واعر. سمحوا لي راني مريضه شويه، ولكن المهم سمحوا لي. المنظر كيفاش كيبان هنا، بقيت جالسه واقفه كنشوف الناس كتمشي وتجي، منظر واعر. ومن بعد الكومبير اللي هي الحاجه المشهوره هنا في اورتاكوي، كنصحكم انكم تجربوا حتى هاد الميديا هادو صراحه والله ما عرفتش كيفاش المحار سميتهم يمكن. المهم سميتهم بالتركيه الميديا، كيكونوا هكا زوينين واعرين بزاف، ولكن راه ماشي في اي بلاصه كيتاكلوا. انا جربتهم في كاع البلايص، ولكن بالنسبه ليا الاورتاكو هي احسن بلاصه كياكلوا فيهم، حيت كيكون طازه عاد كيكون جديد نهار بنهار، فهمتوا كيفاش. والوحده 25 ليره، يعني نتوما تاكلوا 400 ليره بحال هكذا، واعر بزاف. صافي هذيك شنو عاد اسمحوا لي. لقيت هنا كنا كنتمشاو وانا نلقى واحد المقهى سعودي، وقلت نجرب القهوه السعوديه حيت كتعجبني القهوه العربيه ديك القهوه الذهبيه الصفراء عفوا. قلت نجربها وانا نقول له زعما نديرها، ولكن ما بقاتش مع الاسف ما بقاتش، ودرت غير لاتيه. تبارك الله داكشي زوين، كيعجبوني انا المقاهي السعوديه واللي كيكون فيهم فايب سعودي ولا خليجي في نفس الوقت. في كلتا الحالتين كلهم نفس بعضياتهم، والتعامل الرقي التعامل اللطافه ما شاء الله تبارك الله عجبوني بزاف. خديت لاتيه وحطوا لي تميرات ديال السعوديه، جو بونس هذاك واعر بزاف. وصافي هذيك شربت وخرجنا عاوتاني كنتمشاو، وكنا باغيين نرجعوا ولكن الباطو كان تعطل، كان باقي واحد الساعه ونص ولا قلنا ندورو نشوفو مزيان. الجو في الليل كيكون واعر، الجو في الليل كيكون خطير هنايا، اللي بغى يشوف هنايا يحس بالجو يجي في الليل هكا عند الغروب. مهم من الغروب لهيها واعر. صافي رحنا ندورو. كيعجبوني انا هاد لي ديتاي الحوايج التفاصيل الصغيره. شوفوا بحال ديكادو، هادو ديكادو ديوهم الناس اللي كيعجبها بحال هاد الشيء هذا مولوعه به. صراحه كنحماق على هاد الشيء، ما كرهتش نبقى غير نشري في هاد الشيء ونحط في الدار، نشري في هاد الشيء ونحط في الدار. شوفوا ما شاء الله. كتجيني افكار بحال هكا، كتجيني عندي بزاف الافكار اللي نقدر ندير بهم ان شاء الله من القدام. ربي يسهل ونديروا كاع داكشي اللي بغينا. شوفوا علاش قلت لكم في الليل، شوفوا كيكون الجو، شوفوا الغيام، شوفوا المنظر، شوفوا الديور، الاضواء اللي كتشعل هكا، اضواء خفيفه كتعطي واحد الهدوء واحد السكينه. صراحه عجبتني بزاف اورتاكوي. انا ما كنجيلهاش بزاف، ولكن هاد المره ملي جيت لها
زادت عجبتني ما شاء الله واعره. ابداع الحركات اللي كديرها الستيل اللي كنديرها. وانا ما صورتنيش بعدا نقولش نصورها ولا ندير لها شي حاجه حتى هي. ايوا صافي كما كتشوفوا معايا حنا هنا راجعين في الباطو. سالينا الدوره ديالنا صراحه كان نهار واعر بزاف زوين وبغيت نشارك معكم. شوفوا عاوتاني اسطنبول راه عالم اخر في الليل، عالم اخر يعني حرفيا. اللي كيقولوا اسطنبول راه ما يمكنش واحد المدينه اللي بزاف. شوفوا تبارك الله، هذا راه في الصباح كان في شكل راه صورت لكم، وشوفوا في الليل كيفاش بان داك الجسر المعلق. الاضواء اللي كتشعل فيه واعره، السفن، المدينه، الاضواء نتاع المدينه من بعيد. انا بعدا شخصيا كنعترف بها وكنقول لكم انه اسطنبول هي العشق ديالي، هي المدينه اللي بالنسبه لي احسن مدينه واجمل مدينه في العالم. ما يمكنش انه تكون شي مدينه اجمل من اسطنبول. دونك اللي عنده فرصه انه يجي غير يجي، اللي قادر انه يجي غير يجي بدون ما يتردد. ما تسمعوش الناس اللي كيقولوا لكم لا راه العنصريه، لا راه ما شنو. والله واعره بزاف. وبغيت نشارك معكم هذه الاكله الشهيره الشعبيه في تركيا سميتها تشي كفته. هي نورمالمون كانوا يديروها غير في ساندويتش عادي، بصح زادوا طوروا منها وردوها بحال السوشي. واعره بزاف، خاصكم تجربوها وديروا معها شيبس زوينه. وديك المره كتجرب دوك لي ترومبلوي بالليمون و جو بونس الخوخ. وهاد المره لقيت في محل نتاع المونغ، قلت نجرب المونغ. جبت نتاع المونغ. بصراحه دوك اللي جربتهم ديك المره كانوا احسن بزاف كانوا احسن. هذه ما عجبتنيش بزاف بصراحه، مع انه هذه نورمال مخدمينها اكثر مزيان، عاطينها وقت وكتباع في بلاصه راقيه. ولكن البلاصه اللي كنت فيها كانت شعبيه وكانت افضل بزاف، ولكن مقبوله، حتى دي مقبوله زعما. والشكل كياتيري بصح المذاق داكشي علاش لي ترومبلوي خاصكم تعرفوا فين تاكلوهم. راه ماشي كلشي كيديرهم كيف خاصكم تعرفوا فين تاكلوهم. وصافي هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتهلاو في راسكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.